السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن القراءة وإزاي نقدر نحبب أولادنا في القراءة. مبدئيا كلنا عارفين إن القراءة هي أعظم ثروة بيمتلكها الإنسان، لكن للأسف بقى فيه تدني في قيمة القراءة في وطننا العربي، وهيرجع السبب في كده إن إحنا معودناش أولادنا من هم صغيرين على حب القراءة وعلى معرفة قد إيه إن القراءة مهمة ليه. طيب هيجي السؤال دلوقتي، أنا أقدر إزاي أحبب ابني في القراءة؟ اول حاجه لازم اعملها ان انا اقرا لابني من هو صغير، علشان اللي ما تعودش ان حد يقرا له من هو صغير عمره ما هيقرا لنفسه لما يكون كبير. علشان كده كانوا الصحابه رضوان الله عليهم كانوا بيحرصوا ان هم يكلموا مع اولادهم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم وعن الغزوات والمعارك. ولو جيت سالت المعلمين والمفكرين والقراء انتوا وصلتوا للمرتبه اللي انتوا فيها ديت ازاي دلوقتي، هيقولك علشان كانوا ابهاتنا وامهاتنا كانوا بيقراوا لنا واحنا صغيرين. لما هتقرأ لابنك وهو صغير هيكون عنده معلومات وعنده خبرة، وعن طريق القراءة كمان هتقدر تفتح حوار مع ابنك، وبالقراءة كمان هتقدر تزرع القيم اللي انت عايزها ان هي تكون موجودة في ابنك. القراءة كمان هتخلي عنده ثقافة وهتخليه متفوق دراسيا، علشان القراءة ساعدته ان هو يكون سريع الفهم. القراءة كمان هتساعده ان هو يقدر يواجه اي مشكلة يتعرض لها، لان بقى عنده خبرة كبيرة جدا من خلال القراءة. هيجي بقى السؤال التاني، طب لما انا احب اقرا لابني اقرا له ايه؟ لازم يكون في اختيار سليم لماده القراءه اللي هتتناسب مع مرحلته العمريه. يعني انا لو ابني او بنتي عمرها يتراوح 3 سنين لغايه 7 سنين او 8 سنين، ممكن اجيب لها قصص ليها علاقه بالحيوانات، بالطيور، بالنباتات، بالخيال، والقصص تكون قصيره علشان برضو الطفل ما يحسش بالملل، وتكون القصة فيها صور جذابة ويكون أسلوبها سهل يقدر الطفل إن هو يفهمه. ومن الأفضل كمان إن أنا أخلي ابني يشاركني في القصة اللي هو حابب إن أنا أقرأها له، وبالطريقة دي أنا ممكن أعرف هو ابني بيميل لأي نوع من أنواع القراءة. وعلشان نخلي أولادنا يحبوا القراءة لازم إحنا الأول نكون محبين للقراءة، ولازم نكون بنمسك الكتب قدامهم علشان هما كمان يقلدونا ويحبوا القراءة ويمسكوا كتب زينا. نفسي بجد نرجع أولادنا تاني لحب القراءة وللقراءة، وننشئ جيل كده مثقف واعي متعلم. القراءة هي اللي بتنمي العقل، هي الحياة، هي فعلا النافذة اللي بنطل منها على الدنيا والعالم.